فهي دي الحلول اللي قدامك كمنشئ محتوى عشان تتغلب على تجميد المشاهدة. طيب بالنسبة للأرباح، أنا عندي أخبار بتقول ان ارباح الفيديوهات القصيرة خلال الفترة اللي جاية، وزي ما انا شاركت معاكم منشور في منتدى القناة وسألتكم عن ارباح الفيديوهات القصيرة هل هتزيد ولا مش هتزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم ان شاء الله. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مشكلة بتواجه ناس كتير بخصوص الفيديوهات القصيرة. احنا عارفين ان يوتيوب بقى شغله الشاغل واهتمامه الاول والاخير هي الفيديوهات القصيرة، ولكن على الرغم الاهتمام الكبير من يوتيوب وإدارة يوتيوب بالفيديوهات القصيرة، إلا إن في بعض الأخطاء اللي بتحصل بخصوص الفيديوهات القصيرة وخوارزميات الفيديوهات القصيرة. أكبر شكوى حاليا بتيجي أو أكبر شكوتين بتيجي من الفيديوهات القصيرة هي تجميد المشاهدات، أو إن المشاهدات مش بتزيد، بتيجي عند حد معين وبتقف، الفيديو ما بيجيبش اي مشاهدة زيادة. الحاجة التانية وهي الارباح، ما كناش متوقعين وانا منكم ان ارباح الفيديوهات القصيرة هتكون بالشكل ده. كلنا كنا متوقعين بالترويج اللي حصل للفيديوهات القصيرة ورمضانيات اللي حصل من كام يوم بخصوص الفيديوهات القصيرة، واللي كان بيعتبر كل الحديث فيه عن الفيديوهات القصيرة وانشاء الفيديوهات القصيرة خلال شهر رمضان، وان اليوتيوب كل اللي هو عايزه من منشئ المحتوى ان هو يعمل فيديوهات القصيرة. حتى انا حسيت ان خلاص محدش بقى يعمل فيديوهات طويلة وركزوا في الفيديوهات القصيرة، لكن اتفاجئنا ان الارباح ملهاش اي علاقة مع الترويج. انا دلوقتي بروج لمنتج جديد عندي او لخدمة جديدة عندي وهي الفيديوهات القصيرة، يبقى لازم لما اقول لمنشئ المحتوى اشتغل على الخدمة دي، اشتغل في انتاج الفيديوهات القصيرة، لازم منشئ المحتوى يلاقي مردود كويس، زي ما كان بيحصل في الصندوق المالي للفيديوهات القصيرة. كان بتبقى فيه مكافآت ومكافآت كويسة جدا بتوصل ل $600 و$700 في الشهر للقناة اللي بتعمل فيديوهات قصيرة، وكانت الناس مكملة في الموضوع ده. وقفنا من 1-2 صندوق المالي وأصبح في أرباح من الإعلانات على الفيديوهات القصيرة. مكتوب في المقالة الخاصة بالفيديوهات القصيرة إن آخر الشهر هيتم توزيع الأرباح بتاعة الإعلانات دي على القنوات حسب مشاهدتهم، ولكن إحنا اتفاجئنا بإن أرباح الفيديوهات القصيرة تكاد تكون معدومة. والامر مش محتاج ان انا اوريك احصائيات، انت خش على قناتك بنفسك وشوف ارباح الفيديوهات القصيرة عندك. في ناس بتجيب ملايين المشاهدات، لا تقل عن 3 و4 مليون مشاهدة في الشهر، وارباحه لا تتعدى $100 من الفيديوهات القصيرة، في حين ان هو بنفس الرقم ده لما كان الصندوق المالي للفيديوهات القصيرة شغال كان بيجيب في حدود $600 و$700. فلكم ان تتخيلوا الفرق ما بين ده وما بين ده. وانا في النقطتين دول، نقطة المشاهدة ونقطة الارباح، انا مع اليوتيوب في حاجة وضد اليوتيوب في حاجة. انا مع اليوتيوب في موضوع المشاهدات، او مش معنى اصح ان انا مع يوتيوب، لا، انا معاك انت كمنشئ محتوى اصحح لك سوء الفهم اللي عندك بخصوص تجميد المشاهدات. عايز اقول لحضرتك وهديك كمثال ارقام، لو كان بيتم انشاء 10 فيديوهات طويلة في اليوم على منصة اليوتيوب، انا بديك كمثال، فالفيديوهات القصيرة مقابل ال10 فيديوهات طويلة بيتم انشاء يوميا 1000 أو 100,000 فيديو قصير على اليوتيوب بشكل يومي. أنا عايزك تتخيل الفرق ما بين الرقم ده وما بين الرقم ده. أنا بديك كمثال بس عايز أوضح لك الفرق ما بين الأرقام والفيديوهات اللي بيتم إنشائها. لو بيتم إنشاء 10 فيديوهات من الفيديوهات الطويلة، قدامهم 100,000 فيديو قصير بيتم إنشائهم في نفس المدة. فالمنافسة بتاعة الفيديوهات القصيرة بقت أقوى بكتير من الفيديوهات الطويلة. بقى كل شوية كل ثانية بيتم انتاج فيديو قصير، يبقى عدد الفيديوهات القصيرة اصبح ملايين الفيديوهات، اذا المنافسة اصبحت اصعب. يبقى طبيعي جدا ان انا لما انزل الفيديو القصير بتاعي ويجيب لي 1000 مشاهدة، 2000 مشاهدة، 5000 مشاهدة، 10,000 مشاهدة ويقف، ده معناه ان في منافسة قوية، ان في فيديو احسن في الجودة واحسن في كل حاجة، جذب انتباه الجمهور، فبالتالي يوتيوب بدأ يرشح الفيديو ده. هو رشح الفيديو بتاعك خلاص لحد فترة معينة، لقينا ان في فيديو تاني هو احسن وافضل وبيخلي المشاهد يكمل او يقعد اكتر على منصة يوتيوب. اذا احنا كإدارة يوتيوب وكخوارزميات يوتيوب افضل لينا ان احنا نروج للفيديو ده او ان احنا نقترح الفيديو ده عن الفيديوهات التانية. يبقى انت كمنشئ محتوى للفيديوهات القصيرة تعمل ايه عشان تحل المشكلة دي؟ قدامك حلين. الحل الاول وهو تحسين جودة الفيديوهات بتاعتك. يعني انا دايما اشتغل على جودة الفيديو بتاعي، اشتغل على تحسين الجودة، تحسين الصوت، تحسين الصورة، ان انا في خلال الدقيقة بتاعة الفيديو القصير دي
اجذب انتباه المشاهد ان هو يكمل معايا الفيديو القصير لاخره من اول ثانية لاخر ثانية بكل الطرق بكل المعاني. لازم اخلي المشاهد يكمل معايا. شوف الناس اللي في المحتوى بتاعك وتعلم منهم وطور من نفسك وتفوق عليهم عشان تخلي الفيديو القصير بتاعك جاذب للانتباه. مجرد لما يجي المشاهد كده ويعمل سكرول داخل خلاصة الفيديوهات القصيرة او المربع، يعني المكان اللي بيظهر فيه الفيديوهات القصيرة، اول لما يظهر الفيديو بتاعك يقف يتفرج عليه مرة واثنين وثلاثة ويخش على قناتك يشوف له فيديو واثنين وثلاثة. ده حل وحل كويس جدا، لازم تشتغل عليه وتعمله حتى لو ما كانش عندك تجميد او وقف في المشاهدات. حتى لو انت الفيديو بتاعك مكمل وبيتم اقتراحه، فكر دايما في تحسين جودة الفيديو بتاعك، ده مهم جدا لصحة قناتك. طيب الحل التاني ان انا انشر فيديوهات كتير. لازم على طول انشر فيديوهات. الفيديو القصير احنا عارفين ان بيتم انتاجه اسرع من الفيديو الطويل، ما بياخدش المجهود اللي بياخده الفيديو الطويل. ده فيديو مدته دقيقة، تقدر تعمل فيديو قصير كل 10 دقايق، كل ربع ساعة فيديو قصير. يعني انت في الساعة الواحدة ممكن تعمل 4 فيديوهات قصيرة. تنشر فيديوهات قصيرة كتير جدا جدا جدا. بس معلومة صغيرة عايز اقولها لحضرتك، انت في اليوم لو انت شغال على فيديوهات قصيرة بس نشرت اكتر من 3 فيديوهات، فاول 3 فيديوهات هم بس اللي هيتم ارسال ليهم اشعار للمشتركين. بعد ال3 فيديوهات مفيش اشعارات هتوصل للمشتركين. فانت عشان تضمن ان كل فيديو انت بتنشره على القناة يوصل اشعار بيه للمشتركين عندك في قناتك، ارفع 3 فيديوهات في اليوم كحد اقصى. فيديو الصبح، فيديو الظهر، فيديو بالليل. 3 فيديوهات قسمهم كده في مواعيد ثابته زي المضاد الحيوي كده او الاسبرين، بتاخده 3 مرات في اليوم عشان تضمن ان فيديوهاتك كلها يوصل بها اشعارات للمستخدمين وتجيب مشاهدات كتير. وفي نفس الوقت 3 فيديوهات في اليوم هتخلي خوارزميات اليوتيوب تركز تركيز كبير قوي مع قناتك. والاهم من ده كمان ان حضرتك تتخصص في محتوى واحد، عشان المشاهد لما يدخل على الفيديو بتاعك ويخش منه على قناتك ويلاقي ان كل فيديوهاتك القصيرة محتوى واحد، هيتفرج على فيديو واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لانك انت الفيديوهات اللي بتنزلها محتوى واحد وهو اهتمامه بالحاجة دي، فبالتالي هيفضل وقت اطول جوه قناتك. فده هيساعد ان يوتيوب ينشر الفيديوهات بتاعتك او يقترح الفيديوهات بتاعتك بشكل اكبر. كذلك الاستمرار، ما ترفعش فيديو قصير وتقعد يومين وترفع فيديو قصير تاني وتقعد 3 وترفع رابع. لا، لازم تستمر وتنتظم في رفع الفيديوهات زي ما قلت لك كده بمواعيد ثابته، لان الاستمرار الفيديو القديم هيرفع الفيديو الجديد والفيديو الجديد هيرفع الفيديو القديم وهكذا لحد ما الفيديوهات القصيره بتاعتك تنجح وتجيب مشاهدات كتير. فهي دي الحلول اللي قدامك كمنشئ محتوى عشان تتغلب على تجميد المشاهد. طيب بالنسبه للارباح، انا عندي اخبار بتقول ان ارباح الفيديوهات القصيرة خلال الفترة اللي جاية، وزي ما انا شاركت معاكم منشور في منتدى القناة وسألتكم عن ارباح الفيديوهات القصيرة هل هتزيد ولا مش هتزيد، معظم حضراتكم قال هتزيد واجاباتكم كانت صحيحة. ارباح الفيديوهات القصيرة خلال الفترة اللي جاية هتزيد. طيب ليه هي قليلة الفترة دي؟ قليلة الفترة دي علشان المعلنين تقدر تقول ما عندهمش الثقة الكاملة في طرح اعلاناتهم على الفيديوهات القصيرة في يوتيوب، لانهم مثلا اتعودوا على منصات تانية زي تيك توك، زي كواي، زي ريلز الفيسبوك، ريلز الانستجرام. دول بدأوا الفيديوهات القصيرة بشكل كبير قبل يوتيوب، فهم متعودين على حاجة واحدة. فعشان تقنعهم ان الحاجة بتاعتك دي افضل وجودتها احسن، ده هياخد وقت. فمع الوقت هتلاقي نسبة الإعلانات أو عدد الإعلانات بيزيد على الفيديوهات القصيرة، وبالتالي أرباح الفيديوهات القصيرة هتزيد. طيب أنا كمنشئ محتوى أعمل إيه؟ أستمر في رفع الفيديوهات القصيرة، لأن أنا طالما فعلت ربح وقت ما تزيد الإعلانات وأنا عندي مشاهدات كتير، بالتالي أرباحي هتزيد مع الوقت. اعتبر نفسك لسه مفعل ربح جديد على القناة. طبعا أرباح أول شهر غير أرباح تاني شهر لحد ما الدنيا بتتظبط معاك. فارباح الفيديوهات القصيره بناء على الاخبار اللي عندنا انها الفتره اللي جايه ان شاء الله هتزيد وهتكون كويسه جدا جدا جدا. دي كانت حلقه النهارده، مش عايز اطول عليكم فيها وبعتذر لو كنت طولت عليكم، ولكن دي مشكله عامه تواجه ناس كتير بخصوص الفيديوهات القصيره، حبيت ان انا اتكلم عليها. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وطبعا لو عندك سؤال سيبه في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.